السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا صباح الجمال، يا صباح التفاؤل، يا صباح الأمل، يا صباح الرضا، يا صباح الرزق، يا صباح الطاقة الإيجابية، يا صباح كل حاجة حلوة على عيونكم اللي زي العسل. النهاردة بقى يوم جديد وفيديو جديد. بس قبل ما نشوف الفيديو بتاعنا أول مرة تتفرجوا على قناتي، ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة بقى اليوم بتاعنا مميز ومختلف وكل حاجة حلوة فيه وكله حماس وكله كمان طاقة إيجابية. النهارده بقى الفيديو مختلف لان بصراحه النهارده يوم الزفاره العالمي، يوم الحوادق، اليوم لعشاق الحاجات الحادقه. كلكم اكتبوا لي في الكومنتات. بس مش هيبقى حلو للناس اللي ما بتحبش الحوادق ولا ريحتها ولا طعمها ولا الحاجات دي. اللي ما بيحبهاش ما يتفرجش على الفيديو، لكن اللي بيحبنا وبيعمل زينا يتفرج علينا. تمام. هنعمل ايه بقى؟ بص، في حاجات انا الاول كده انا عاملاها في البيت، وفي حاجات هروح اشتريها من بره. تمام. قبل ما انا اقول ايه الحاجه اللي عاملاها في البيت، انزلوا تحت في الكومنتات قولوا لي ايه هي اللي هتعرفوا لها عندي هديه. والله بقول حكم. بصوا بقى، خدتكم جوله كده في شارعنا، في بلدنا في الارياف. يعني عندنا واحد اسمه فسخاني، اسمه الصح في الشارع الكبير اللي في البلد، هتعرفوا. تمام. رحت بقى اجيب من عنده ايه، جبت من عنده سردين ورنجة. حاجه بقى كده قبل ما بوزن السردين بقول له انا ممكن ادوق، فبيدوقني. هو عنده كذا نوع من السردين مش نوع واحد، فالنوع اللي انا بدوقه حلو ولا حادق ولا دلع باخد منه. تمام. بقى السردين، فقلت ايه ما اصور لكم كمان بالمره التلاجات اللي عنده. هنا مثلا جزء فيه الفسيخ وجزء فيه الرنجة وجزء كمان فيه ايه السردين بكل احجامه وبكل اطعمته اللي انت عايزاه، في حادق في دلع في حادق قوي، فاللي انت عايزاه انت بتدوقي. هنا بقى كان خلاص كيسهولي، وهنا كنت بحاسبه وقمت رايحه واخداه ايه وماشيه. اختي بقى وهي جايه في اليوم ده قالت لي في حد بيبيع رنجه حلوه، قلت لها خلاص انا مش هجيب من عند السردين، هاتلي انت وانت جايه. هنا بقى كنت خلاص مروحه. هروح بقى كده واوريكم كمان بقى العسل السكر اللي ما يحلى اي زفاره الا لما يكون فيها الكنج بتاعنا الفسيخ. عايزه اقول لكم الفسيخ انا عاملاه في البيت نضيف، طعمه حلو ولا هو حادق ولا هو دلع، وكان فظيع جدا جدا جدا. واللحم بتاعه كده وانا بفتحه احمر. وكمان تيجي تمسكيه بس كده وانت بتطلعي مثلا بطراطف ايدك بالمعلقه بيطلع معاكي بكل سهوله. هنا بقى الرنجتين اللي اختي كانت جايباهم، حبيت ان انا اوريها لكم. وهنا برضو السردين اللي انا جبته اهو. هفتح لكم برضو واحده كده عشان اوريكم من جواه بطنه حمرا كده. شايفين الجمال، اللون الاحمر العسل ده. عايزه اقول لكم تحفه تحفه تحفه. فاليوم ده الدايت باظ، كل حاجه باظت. انا قلت كده كده يوم ما بيكون فيه فسيخ يلا بقى مش مشكله، يعني احنا كده كده لنا يوم فري، فاكيد يعني مفيش حاجه هتمنع ولا في حاجه هتضر. مادام هنعوضها اليوم اللي بعد. اللي ملفوفه اللي انت شايفينها دي فيها الدلع كله والعسل والحلويات كلها. دي تاخدك كده بنفوخك بقى وتطيره بقى في حته تانية. ايه هو هتعرفوه دلوقتي. هنا بقى عندنا بقى البطاطس والبتنجان. ما يحلاش اي اكل زفاره غير ما يكون فيها بطاطس وبتنجان. بصراحه لو ما فيش بطاطس وبتنجان هو الاكل حلو والحوادق كلها حلو، بس لازم ايه حاجه تطري كده واحنا بناكل فسيخ مع السردين. بطاطايه بتنجانه توديكي كده ايه في حته تانية خالص. ماشي. هنا بقى سبتهم كده يتحمروا، وبعد ما يتحمروا بقى هنشوف هنعمل ايه تاني. اكيد انا عامله كذا يعني كذا دور من البطاطس وكذا دور كمان ايه من البتنجان، لان انا مش هاكل لوحدي، لان انا عازمه اليوم ده اخواتي كلها هيكونوا عندي غير اختي اللي في القاهره. تمام. هي ما كانتش تعرف ان انا عامله لها ايه الحوادق دي كلها، هي اتفاجئت بصراحه. قلت لها يلا بقى انا النهارده ولا هنعمل اي حاجه غير ان احنا يا دوب هنحمر بطاطس وبتنجان اكل. ايوه كده بقى انا عرفت انت هتعملي ايه. تمام. هنا بقى خلاص حمرنا البطاطس والبتنجان والرنجة، حطيتها كده على النار في الطاسة وهحط عليها. هنا بقى رحت على الحوض عشان بقى انضف السردين. تمام. اهو. اول حاجه بشيل راسه، وانا بشيل راسه بطنه بتطلع معايا بكل سهوله، يعني مش هشيل الراس لوحدها وبطنه او معدته لوحدها، لا، الراس وانا بشيلها كده على جنب تقوم رايحه ايه متشاله كده لوحدها اهي. شايفين لونه عامل ازاي تحفه. خلصت كده السردين، شلت راسه وبطنه، وبعد كده اديته شطفتين وقمت رايحه عاملاه فين حطاه على الرخامه. لو طلع السردين معاكي حادق ممكن ان انت ايه كل شويه تكب ايه تحطي على ميه، كل شويه تشطفيه وتحطي ميه تشطفيه وتحطي ميه، فده هيدلع معاكي.
هنا بقى دي السكر والعسل اللي بيطير النافوخ، يعني اليوم ده النافوخ مش هيكون فيه. هنا بقى كنت مكيساه في كذا كيس، بيتهيألي كان 10 اكياس على ما اعتقد يعني. وانت بتعمليه اهم حاجه ان انت تلفيه كويس وتخرجي منه الهواء. انا عاملاها بالملح الناعم، ما كانش يومها عندي خشن، فقمت رايحه عاملاه ايه بالملح الناعم، وحطيت شويه زيت، وحطيت شويه كمان من الكركم وشويه من الملح. تمام، وقلبتهم مع بعض وحشيت بيه نغشيشه. اهم حاجه تغسليه كويس وتمسحي نغشيشه وتسيبيه لحد ما يتصفى، وبعد كده احشيه ولفيه بقى لفه محترمه محترمه. تمام. جبت بقى كده السكينه وحطيت الفسيخيه العسل السكر دي كده على الرخامه، وبدات بقى ايه ان انا امسك السكينه واجرده. تمام. اليوم ده عايزه اقول لكم الشقه كلها كانت زفاره بصراحه يعني. جبت بقى كده المقص وبدات ان انا افتح بطن. تعالوا يلا اهي، 1 2 3. هنا بقى اقرب لكم بقى الكاميرا عشان تشوفوا المفاجاه من جوه. الزبده القشطه كده من جوه عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله. شايفين الحمر، شايفين العسل، سكر، تحفه. ايه الحلويات دي. انا عايزه اقول لكم وانا بسجل لكم الفيديو انا ذات نفسي جوعت. انا مش عارفه انا اكمل تسجيل في الفيديو ده ازاي وانا من عشاق الحوادق، الا خصوصا السكر العسل اللي بيضرب في النافوخ، اللي بيودي النافوخ في حته تانية خالص. شايفين مين بقى بيحب كمان اللمعه اللي فيه، تحس ان انت حاطه له ملمع كده عشان يظهر شكله. جبت طراطيف صوابعي، بس حطيت طراطيف صوابعي في الفسيخيه عشان اشيل حته وادوقها. اتشالت معايا بكل سهوله. هنا اختي دخلت عليا خضتنا قالت الحقوا، اختكم وهي بتنضف الفسيخ عماله تاكله. عما نيجي ناكل بقى يا بشرى مش هنلاقي فسيخ خالص، هتخلصيه. قلت لهم ازاي يعني انا عازماكم وهاكل فسيخ واسيبكم. شايفين بقى الجمال، شايفين العسل السكر. هفتح لكم كمان واحده عشان تشوفوها كمان من جوه. ولا شايفين الحمار، حمار رباني، قصدي اللي رباني. بصوا بقى يا حلوين. عايزه اقول لكم لو الفيديو ده والله العظيم وصل لاكبر عدد من اللايكات واكبر عدد من المشاهدات، لعامله فسيخ. وكمان هودي لكل واحده شجعتني وقفت جنبي في الفيديو ده ووصلت الفيديو لاكبر عدد من اللايكات والمشاهدات، وودي لها لكل واحده لحد بيتها فسيخيه. هنا كنت بدوق، لقيت اختي بتقول لي يعني انت دقتي في الاول وانا مش هدوق في التاني. قمت رايحه شايله لها حته من الفسيخيه التانيه وقمت رايحه مديها لها وبتاكلها. هنا بقى كده خلصنا فطارنا النهارده. وكمان حطيت شويه من الخل وشويه من الزيت وشويه كمان من الليمون. دي فطارنا النهارده. هروح بقى كده هخش الاوضه وافرش الفرشه اللي احنا هناكل عليها، ونقعد بقى على الارض كده ونبتدي بقى ان احنا ايه نفطر. اكتبوا لي بقى رايكم في الكومنتات، وتعالوا بقى افطروا معانا. واللي بيحب الاكله دي يكتب لنا كمان في الكومنتات. هنا بقى رصيت كده الاكل بقى على الارض، واخواتي برضو كانوا بيعملوا معايا ما سابونيش بصراحه اهو. وكل حاجه بصراحه حطها في اطباق فل، عشان مهما اغسل في الاطباق هتفضل ريحتها زي ما هي. فالاطباق الفل سهله، اللي هيخلص هيترمي على طول ايه في الزباله. هنا بقى كنا خلصنا بقى اكل كده، فاخواتي بيقولوا احنا عايزين حاجه مسكره وعايزين حاجه ايه نهضم. احنا بصراحه كلنا بقى الفسيخ والسردين، عايز حاجه مسكره حاجه حلوه حاجه تهضم بقى اللي احنا كلناه. قلت لهم بصوا عليكم وعليا في الكفر القديم. رحنا بقى كده الكفر القديم. في واحد انا متعامله معاه لازم في الصيف كل سنه اروح اجيب من عنده البطيخ، بجيبها من عنده وانا مغمضه. بطيخه مرمل احمر جميل، تاخدي كده البطيخه وتفتحيها وانت مغمضه وما تقلقيش منها. بس بصراحه اللي زعلني في البطيخ ان سعره عالي خالص، بقى ب45 جنيه بدل ما كنت بجيبه ب25 جنيه. قول لي بقى كده تحت في الكومنتات عندكم البطيخ وصل لحد فين، زينا ولا اقل مننا. تمام. الكفر القديم خلاص انا وصلت عند بتاع البطيخ، وكمان هفتحها قدامكم وهيلببها، وكمان هتشوفوها من جوه عامله ازاي. عايزه اقول لكم كانت عسل جدا جدا وحلوه اكيد، يعني مش انا اللي صنعاها بس انا اللي مشترياها. تمام. هنا بقى كانت بتنقيلي عندها البطيخ الصغير والكبير، عندها جوه وعندها بره، فكانت عارضه يعني عشان الناس تشوف. فقامت راح قايله لجوزها طب شوف لها انت كده واحده على ذوقك. فكان هنا كان بينقي لي البطيخه الحلوه اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. وكمان هقول له طب انا لو عايزه اعرف البطيخه الحلوه من الوحشه من القرعه ولا لا، كل ده هتعرفوه دلوقتي، واخليه هو كمان يشرحه لكم ويقول لكم عليه. هنا بقى مراته كانت بتفتح بقى البطيخه بسم الله ما شاء الله. بقى اول ما تشوفوا كده البطيخه قولوا الله اكبر بسم الله ما شاء الله. وقولوا كمان بألف هنا وشفا على قلبك انت واخواتك. لو قلتوا الكلمه دي في الكومنتات هعرف ان انتوا وصلتوا معايا لحد هنا. تمام. شايفين بقى الجمال. تعالوا بقى اسمعوا كده وجوزها بيقول لكم ازاي تختاروا البطيخه الصح، ازاي تجيبوها حمراء، ازاي كمان ما تطلعش قرعه معاكم.
لازم تكون بطيخه جيزه، ويكون فيها الشمع بتاعتها من هنا ضيقه كده، ومن هنا كده لازم تكون ضيقه برضه، بتعرف ان هي بطيخه بتستوي. كل ما دي تنشف وتخش لجوه كده تعرف ان دي مستويه، اه وكل ما تاخد التضلية عادية تعرف ان هي ماشي. نوايا كويسة. والله اه والله هي كلها كده حلوة. اسمه جزاوي صح؟ اه طيب ماشي. بقى البيت ودخلنا مطبخنا ومعانا كمان البطيخة السكر العسل المرملة اللي تضرب كمان في النافوخ. ايه يا ام جان، هو الفيديو كله هيضرب في النافوخ؟ النهارده ايه، فيديو عالمي للنافوخ. بصوا بقى، حبيت النهارده ان انا اشارككم واحنا بنقطع بقى شكل مختلف، حاجه جديده. بس بصراحه ما عرفتش اعمل اي حاجه في البطيخه. قلت بصوا انا هفضل اتعب في نفسي ازاي اقطع ازاي اعمل. بصوا يلا انا اقطعها تقطيع عادي خالص واحطها في الطبق، مفيش احسن من البساطه. تمام. دي وجع دماغ والله ان انا افضل لا هقطعها لا كذا، لا هقطعها شكل كذا، لا ريحي دماغك وقطعي وخلاص. انت يعني لو قطعتها مثلثات، قطعتها شكل مختلف، العيال مش هتاكل، او العيال هتقولك لا دي الشكل مش عاجبني، لا هتاكل كده كده. فالمهم طعمها مش المهم شكلها. تمام. اخر بقى ما زهقت قمت رايحه مقطعاها عادي خالص. وبعد كده بدات بقى وانا بقطع اكل، هقطع اكل. بصراحه حاجات احنا اتربينا عليها. عارفين لما باجي اعمل حاجه لازم ادوق منها طول ما انا في المطبخ. عندي اخواتي يقولوا لا احنا مش بنعرف مثلا وانا بطبخ او حاجه ان احنا ندوق، لا ما يحلاش كده الاكل الا لما تدوقيه. تفاصيل بقى هتعملي ايه. جبت بقى كده الطبق وبدأت ان انا اعمل كده بالطول وانزل كده ايه بالعرض. دي بقى كان فيديو النهارده، فيديو يكون خفيف على قلبكم، فيديو كمان تكون حبتوه. وقولوا لي رأيكم في الكومنتات في يومنا الجميل الحلو ده البسيط والمختلف. تمام. دي كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم وقدرت افيدكم حتى لو معلومه بسيطه. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله وحفظ الله، وربنا يحسن ما بين ايديكم. سلام.